بقى ايه ندي ادويه ونشوف العلاج والكلام ده كله. وبرده من اكتر الحاجات اللي بتسبب اصلا الامراض دي هي ان انت ما تبقاش مهتم بصحتك، سواء مهتم باكلك او بتمارينك او باي حاجه ليها علاقه بصحتك. طيب ومن اكتر الحاجات اللي بتمنع الامراض دي برده انها تجيلك برده نفس الكلام، سواء بقى مرض السكر او الضغط او السرطانات الكتيره اللي احنا بنسمعها او كل الامراض دي كلها، من اكتر الحاجات اللي بتمنعها هي اهتمامك بصحتك. حتى في الخبطات وفي الحوادث برده صحتك ليها تاثير كبير جدا في الموضوع ده. ممكن نفس الخبطه اللي سببت كسر الشخص ما تسببش كسر الشخص التاني، لان عظمه اقوى ولان عضلاته اقوى وعضلاته اكبر وحاميه جسمه. انت بجد صحتك ممكن تحميك من كل الامراض، مش بس امراض القلب وامراض السكر والضغط والسرطانات وكده، لا من كل حاجه. وعايز اقولك ان احسن سن عضلات جسمك بتستجيب فيه للتمارين وحجمها بيزيد وبتكبر وكده هو من 20 ل 35 سنه. بعد 35 سنه برضو عضلاتك ممكن تكبر وتقوى، بس بيبقى بمعدل اقل شويه. وبعد ال 50 سنه عضلاتك بتبدا تقل في قوتها سنه سنه، بيبقى صعب جدا ان السترينث بتاعها يزيد في الفتره دي. عشان كده